السلام عليكم. من النصائح المهمة جدا برضو اللي لازم أي صاحب عمل يفهمها وهو بيتعامل مع فريق التسويق بتاعه، إن التسويق من الأنشطة اللي أحيانا المردود بتاعها ما بيكونش سريع وما بيكونش قابل للقياس في وقت قريب. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا لما أجي أصرف ميزانية معينة في إعلانات على السوشيال ميديا، سهل إن أنا أقول والله أنا صرفت كذا وبعت بكذا، فأدي المصروفات والإيرادات وأدي الفرق ما بينهم أرباح، تمام. لكن في التسويق مش كل الأنشطة بتاعتي أعرف أقيسها كده. زي مثلا إن أنا أعمل حملات لتحسين الصورة الذهنية للشركة بتاعتي عند العملاء. طب الصورة الذهنية دي هقيسها إزاي بالفلوس؟ صعب إنك تقيسها مبدئيا كده. لكن مثلا تلاقي عربية مثلا من العربيات عملت صورة ذهنية لنفسها عند العملاء، انها مرتبطة بالفخامة. تيجي تقيس الفخامة دي بكام؟ يعني الفخامة دي تسوى كام؟ ما تعرفش تحكمها. ولكن بالتأكيد الشركة لما نجحت في بناء الصورة الذهنية عنها المرتبطة بالفخامة دي، أكيد ده حقق لها أرباح كتير جدا، وأكيد قدرت تجذب عملاء كتير أكتر من المنافسين بتوعها. لكن في المدى القريب أول ما تبدأ الحملة بتاعت بناء الصورة الذهنية، أكيد ما كانش المردود بتاعها قابل للقياس. فيا سيدي الفاضل، لو عندك فريق تسويق ما تستعجلش في النتائج، لأن كتير جدا من أنشطتنا كمسوقين ما بيظهرش نتيجتها على المدى القريب. شكرا.